هندسه ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا صلاح. ايه اللي حصل في العربيه دي؟ يعني العربيه جايه لك بالمنظر ده؟ لا ما كانتش جايه بالمنظر ده. ولا انت سايبها كده محطوطه دي بالشكل كانت ده؟ جايه، ده احنا كده نضفناها ولمينا الحاجات اللي فيها. ده كان الصدر ده واقع والاكسدام كمان محلول ومن جوه كمان متفوره خالص. طب انا شايف الموتور مش مسنود على حاجه او لا احنا ساندينه من تحت بحاجه، وكمان هو مربوط بوير، بس هي جالي كده يعني. هو جالي الفتيس محلول، الفتيس بتاعها نفسه محلول. الفتيس بتاعها ذات نفسه محلول مش موجود. بس اوعاد الموتور بالشكل ده ممكن يحصل لها مشكله. هو بايظه، لو نفسها كمان باظت بايظه. أصلاً خلاص. العربيه لسه جالي امبارح. ايه قصتها؟ قصتها العربيه دي كانت جابت بادي فالف باظ. بادي فالف ده اللي هو بيركب في الفتيس؟ ده جزء بيركب في الفتيس اللي هو الجزء الخارجي اللي احنا سبق وشرحناه، اللي هو تحت كارتيره الزيت على طول. صورناه قبل كده. هو باظ من العميل. حلو. فوداه عند مركز، فالمركز ده ركب له بادي فالف مليان رواسب. الرواسب دي حرقت الفتيس نفسه. استيراد يعني؟ استيراد مش جديد او مستعمل. بالظبط. المهم هو حرق الفتيس. العميل ده يعني ايه حرق الفتيس؟ الفتيس نفسه اتحرق، التروس بتاعته من جوه اتحرقت. سد ترمبه الزيت، ترمبه الزيت ما ضختش زيت للفتيس، فالفتيس قفش. فالفتيس كله باظ. الفتيس كله باظ. وداه بقى العميل جالي امبارح قال لي انا بقالي سنه ونص بلف بيها. ايه؟ سنه ونص بيلف بيها. انت العربيه باين عليها، انت لو بصيت على العربيه كمان من جوه، بص العربيه. انا شايف العربيه متبهدله خالص يعني سنه ونص يعني بيلف بالعربيه. حرام. بص يعني ودي مثلا الكسر ده حصل له من ركنه يعني؟ اكيد. لا بص يا استاذ احمد، بص العربيه كمان من جوه. بص العربيه. يا نهار يحوس. بص العربيه شكلها عامل ازاي. يا خبر ابيض. كل حاجه، مفيش حاجه فيها سليمه. لا حول ولا قوه الا بالله. ده كل ده بسبب عطل كان بسيط في قلب الفتيس. في الفتيس. بس معلش يعني انا متاسف جدا في اللفظ. في ناس لا ما تقولش على الفاظ. مش لفظ يعني. الناس بتفتي يعني. هو ادى كذا حد يفور الفتيس. طب هنعمل فيه كذا. طب العيب في المشكله في العصايه. في الاخر اصلا قالوا غير الفتيس. المشكله الناس اللي بتروح للناس الغير متخصصه او بتروح لواحد متخصص بس ضميره وحش. بالظبط كده. هي العربيه دلوقتي عايزه فتيس، انا مستني العميل يظبط معايا وهنجيب الفتيس. انا شفت غيرت كذا بادي فالف. في حد بيرجع لك او حاجه بعدين؟ لا الحمد لله. يعني انت بتعرف تصلح الفتايس وحاجات زي كده؟ الحمد لله. انا بسمع في كذا مركز على فكره، مش انت لوحدك، يعني في ناس كتير كويسين يعني ومتخصصين يعني. طيب الناس تعمل ايه عشان خاطر تتاكد ان الراجل اللي هيروحوا له مش هيضحك عليهم ولا هيسرقهم؟ الناس ممكن تتجنب اصلا ان هم يروحوا لاي حد، ولا ليا ولا لاي حد. صيانه الزيت قبل ميعادها بس. الفتيس لو صيانته بتتغير قبل ال 60,000 هيفضل طول عمره حصلت له اي ظروف يعني. خلاص يبقى يروح لحد متخصص، يبقى عارف هيعمل ايه في العربيه، ما يبهدلهاش كده او يخليه في الضمان. هو حتى العميل اول مركز راح له هو متخصص في ام جي. المراكز اللي بعد كده مش متخصص في ام جي، عشان كده بهدلوا له العربيه بالشكل ده. يبقى هو اول واحد اللي هو غير البادي فالف متخصص بس ما عندوش ضمير. سنه ونص بقى بيلف على المراكز بره مش متخصصه في ام جي، بهدلوا له العربيه بالشكل ده. انت العربيات اللي كانت بتجيلك فيها مشكله في البادي فالف بتخلص في قد ايه؟ لا في نفس اليوم. بادي فالف بتخلص في نفس اليوم. يعني ممكن واحد يمشي يخلصه في نفس اليوم وواحد يقعد سنه ونص. بالظبط كده. ربنا يعين الناس. ربنا يخليك. هو بكام الفتيس هندسه بالمناسبه؟ الفتيس بيعمل بقى من حوالي 40,000 جنيه لحد 55. انا ببيعه 40. في حد بيبيعه 55 و50 وكده، اسعار متفاوته في السوق. انا عندي 40 الاستيراد. مضمون عليه ضمان شهر. تجربه. الاستيراد ما بيبقاش عليه ضمان قوي، هو تجربه. الفتيس بيبان يعني، لو مشيت بيه يومين ثلاثه بيبان معاك اذا كان كويس او لا. طيب ماشي، شكرا يا هندسه، كتر خير. شكرا.